اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة، وحشتوني جدا جدا جدا. بصوا يا جماعة، انا نزلت صلاة العيد. بجد حزنت جدا جدا، حزنت على اللي انا شفته من البنات والامهات في صلاة العيد. مهزلة يعني بصراحة. انا ما شفتش حد طالع من رمضان عامل اللي احنا عاملينه ده. الشعب المصري يا جماعة بيطلع من رمضان كأنه طلع من الاسلام. اقسم بالله العظيم مناظر يعني بشعة جدا. رموش مقشات طويلة جدا جدا في البنات، والحواجب دي معرفش هم عاملينها ازاي، تعابين كده، تعابين فوق عينيهم، رسمينهم بطريقة بشعة جدا. الروج روج احمر كده، نازلين يا جماعة يصلوا التراويح وحاطين روج، ونازلين يصلوا صلاة العيد وحاطين روج. ايه ده؟ ليه كده؟ يعني يا جماعة لو البنت بتعمل كده تلاقي الام تعقلها، تقول لها مفيش نزول بالمنظر ده، اغسلي وشك قبل ما تنزلي. اللي يغيظك بقى ان الام ذات نفسها ماشية جنب بنتها عاملة كده، فالبنت هتجيب الادب والاخلاق منين؟ اما الام عامله كده. واللي يغيظك بقى ان ابوها بيصلي معاها في الجامع بتاع الرجاله، وبعد صلاه العيد بقى بيمشي هو وبنته ومراته متفشخرين قوي بنفسيهم. على ايه؟ والله العظيم ما عارفه. على كميه الافوره اللي هم عاملينها. واللبس يا جماعه، اللبس بتاعهم يعني مش لبس رايحين يصلوا بيه. ايه كمية الكرتاجين اللي مفتوح دوت؟ طالع موضة كرتاجين كده مفتوح وتحتيه بنطلون جينز ضيق جدا وباجي على القمر وبيصلوا بيه. ليه ده في شرع مين ده؟ انتوا عملتوا جين مع نفسكم واحنا مش عارفين؟ المهزلة دي يعني مش كده يا جماعة. واول يوم العيد بقى بتلاقي مهازل من اللبس بقى، بناطيل مقطعه وباديهات قصيره. اقسم بالله انا عشان اجيب لبنتي تيشيرت انا لفيت الدنيا كلها عشان الاقي حاجه طويله. ده هم عاملين اللبس عند ان كل حاجه على القمر، كل حاجه على القمر. مفيش شيرت طويل، مفيش سويت شيرت طويل، مفيش. البناطيل بتتفرتك من على البنات، بتدخلوها ازاي دي؟ ايه يا جماعه ده؟ الاب اللي ماشي جنب بنته ولا جنب مراته وفرحان قوي بنفسه، جسم مراتك دوت مصر كلها شافته، وجسم بنتك مصر كلها شافته. ايه اللي انت فرحان بيه ولا مستفاد بيه لما تبقى ماشي وجنبك مراتك وولادك بالمنظر البشع ده؟ انت كده بتبقى شايف نفسك ايه؟ ومش البنات بس، خلي في علمك ما خلصناش على كده. ده كمية شباب عاملين شوية تصريحات في شعرهم اقسم بالله تتخض من شكلهم. ايه اللي هم عاملينه؟ فرو الخروف اللي عاملينه فوق راسهم دوت، ومفلفلين كله مفلفل شعره ومنزله على وشه. ايه ده؟ ايه اللي هم عاملينه ده؟ ايه يا جماعه؟ انتوا بتقلدوا وخلاص. بتقلدوا مين اساسا؟ بتقلدوا ناس كفره. احنا مسلمين وموحدين بالله، مش هينفع كده. كل اب وكل ام مسؤول عن رعيتها. يعني راعي ابنك اللي نازل دوت ولا بنتك اللي نازله ديت. قولي لها ما ينفعش تنزلي كده، قولي لابنك ولا قول لابنك قص شعرك، ما ينفعش القصه دي. فين التربيه؟ فين الاب والام؟ قاعدين بتعملوا ايه؟ ما تربوا ولادكم شويه. احنا مالناش ذنب ابدا لما نمشي في الشارع ونشوف المناظر دي. انا نفسي بقيت استاء جدا جدا من منظر البنت وهي ماشيه كده في الشارع وامها اسخن منها. طب الام كده، طب مين اللي هيقول للبنت ما تنزليش كده؟ اما جوزها سامح لها تمشي كده، هيكلم بنته في حاجه؟ شايف بنته لسه صغيره تعمل اللي هي عايزاه، لسه بدري عليها. لا بصراحه شويه مناظر، سواء للاب الديوس ده، ما يتسميش غير الاب الديوس، لانه ماشي فرحان قوي ببنته ومراته اللي جسمهم اكتريته باين. ما اقدرش اقول عليه غير كده، لان هو ماشي ومتفشخر قوي فرحان وراح يعيد على العيله بمراته اللي لابسه لي على القمر، ولابسه لي بنطلون هيتفزر من عليها وكعبه. ايه ده؟ في ايه؟ لا يا جماعه نرتقي شويه ونعرف ان في دين، ونعرف ان احنا لربنا راجعين،
مش كل واحد مشي على مزاجه بالمنظر ده، مهزله، اقسم بالله مهزله. احنا لو فضلنا على كده خلاص رايحين في داهيه. ونيجي نسال ايه ده، هو اللي احنا فيه ده من ايه؟ من مناظركم، من اشكالكم اللي انتوا عاملينها. ربنا لسه هيورينا عجائب الدنيا كلها بسببكم، اقسم بالله العظيم. ربنا يهدينا ويهدي انفسنا ويهدي بناتنا. بجد البنات في سن خطر جدا، سن الثانويه دوت يا جماعه، والجامعه، اولى جامعه وثالثه اعدادي كمان وتانية اعدادي، ماشيين والله العظيم الا من رحم ربي. بشوف الحلو، بشوف ناس ايجابيه كتير، وبشوف ولادها كويسه ولابسين طرح ولابسين طويل. بشوف بصراحه حاجات ايجابيه كتير بس قليل. عايزين الايجابي اكتر، عايزين البنات اللي بتلبس حشمه وبتلبس حلو تبان اكتر. عايزين البنات اللي بتلبس ضيق وقصير ديت تتكسف من نفسها، مش يبقى يقولوا اشمعنى انا، ما كلنا كده. ربنا يهدينا ويهديكم ويهدي أنفسنا يا رب ويهدي بناتنا. وأتمنى من كل أب وأم يبقوا راقبين على ولادهم قبل ما ينزلوا. خليهم يبصوا لنفسهم في المراية، قول لهم ينفع تصلي باللبس ده؟ لو هتنفع تصلي باللبس دوت انزلي، مش هينفع تصلي باللبس دوت ما تنزليش. بس دي آخر كلمة أنا بختم بيها الفيديو. لبس بنتك لازم يكون تنفع تصلي بيه في اي مكان. ما تتحركش من نفسها لما تخش مكان وتقول انا مش لابسه، انا هصلي ازاي؟ طيب انتي مكسوفه من الناس عشان انتي لابسه ضيق وبادي توب قصير وخايفه تصلي. طب مش خايفه من رب العباد اللي شايفك 24 ساعه ماشيه بالبادي قصير؟ خلاص بطنك هتبان من كتر القصر البادي، والبنطلون ضيق وهيتفصدر من عليكي. هتخافي وهتتكسفي من الناس اللي قاعده ومش خايفه من رب العباد اللي شايفك 24 ساعه؟ اتقوا الله، اتقوا الله في اولادكم، واتقوا الله في نفسيكم. انا مش اول مره اعمل فيديو يا جماعه عن منظر اللبس في الشارع ومنظر الرجاله اللي بتبقى ماشيه مع اولادها ومع مراتاتها لا مبالاه. مش اول مره اعمل فيديو عن كده. فيا ريت نراعي ربنا ونحس يعني على دمنا شويه. الجزار بيغطي اللحمه بتاعته عشان اللحمه غاليه، وانت ماشي سايب بنتك يعني ماشيه شمال ويمين لحمها، ده بيشوفه وده بيشوفه وده بيشوفه. اتقي اللي عمر ابدا ما في حد هيجي يتجوز بنتك وهي بالمنظر ده. هيبقى عايز حاجه مغلفه، مش هيبقى عايز حاجه كل الناس شافتها. وانتي كبنت يعني راعي ربنا. انا مش عايزه يا جماعه والله العظيم اقول الفاظ، بس بجد اللي انا شفته يعني حاجه بشعه، حاجه بشعه، سواء في صلاه العيد او في صلاه التراويح او في اول يوم العيد. ايام العيد كلها مناظر استغفر الله العظيم يا رب. استودعتكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.